شربطه، والله العظيم باحتفل، كسبت القضية، قالت لي هاتي ميديم بقى، كسبت قضية، أنت لمّا تكسب قضية تعمل إيه؟ تحتفل، نحتفل مع بعض. القبض على النيشان بسبب ياسمين عز. أعلنت المذيعة المصرية ياسمين عز أن محكمة دبي أصدرت قرارا بحبس الإعلامي اللبناني نيشان بتهمة توجيه السب والقذف لها. كتبت ياسمين على حسابها الرسمي: صدر الحكم في 29 إبريل 2024 بإدانة المتهم نيشان ومعاقبته لما نسب إليه من سب علني لشخصي أنا ياسمين عز. وصدر أمن من نيابة دبي بالقبض على المتهم نيشان تنفيذا للحكم. كل التقدير والاحترام لقضاء دبي النزيه والمنصف الذي أنصفني ورد لي حقي. بداية الأزمة بين ياسمين ونيشان حينما تخلفت الأولى عن حضور ندوة كان يديرها نيشان بمنتدى الإعلام العربي، وكان من المفترض أن يستضيفها في جلسة حوارية. نيشان سخر من عدم حضور ياسمين عز وقال: وين ياسمين؟ أكيد بتحضر صوتها الشتوي. وبعدها أوضح أن ياسمين لا تريد الحضور قائلا: عرفنا ان ياسمين ما بدي تيجي، مش حابة تيجي او خايفة اني احاورها. كما علق على محاولة ياسمين ركوب الترند وقال: ما فعلت به وقاحة وكتير عيب، الافلام الاباحية ايضا تحقق مشاهدات عالية، ولكن ماذا عن المحتوى؟ بدورها أعلنت حينها ياسمين عن مقاضاة نيشان وقالت: أعتقد أن من تنجح في محاورة أهم إعلامي في مصر والوطن العربي عمرو دياب لا تخشى من محاورة أي إعلامي آخر مهما كان اسمه. وقالت: مع ضرورة توضيح الأمر الخاص بإحدى الجلسات بسبب ظرف خارجي ليس لي أي ضلع فيه بأي شكل من الأشكال، ومعلوم تماما لدى إدارة المنتدى المسؤولة عن التنظيم والعالمة بظروف التأخير عن الجلسة المعنية وملابستها. واختتمت حديثها قائلة: بالإضافة إلى أني لم أعتذر لهذا الشخص ولن أعتذر كما أشيع في بعض المواقع، لأن ببساطة هو من تجاوز في حقي وليس العكس.